غلق المحلات والكافيهات والمولات من الساعة 9 ولمدة شهر. كتير شايفين ان القرار ده وقف حل، وانا بقول لك ان يمكن ده اعظم فرصة لناس كتير هتعمل فلوس. وقت الازمات ناس كتيرة بتندب حظها، وقت الازمات ناس كتيرة بتعمل فلوس. خليني اشرح لك قاعدة مهمة جدا في البيزنس. في قاعدة اسمها 20-80. اصحاب البيزنس اللي هيتأثروا عارفين كويس جدا ان 20% من وقت التشغيل او الاوبريشن اللي هو بيشتغلها بتجيب له 80% من مبيعاته او ارباحه. ايه اللي انا بقوله؟ اصحاب البيزنس عارفين ان احنا المصريين بنحب السهر. الفترة المسائية في أي بيزنس مهمة جدا، مش مهمة بس مبيعات، مهمة للتواجد كمان. فأنت لما تيجي تقول لي إن أنا هقفل الساعة 9، مبيعاتي هتنزل، أرباحي هتنزل. فأي حد هيقول لك ركز على الدليفري أو التوصيل، ركز إن أنت تعمل عروض للناس. أنا مش جاي أحلل لك القرار أو أشرحه لك بالشكل ده، أنا جاي أقول لك حاجة مهمة أوي. إيه السر أو الشطارة اللي هتخليك تجبر الزبون اللي كان بيجي لك الساعة 9 إن يجي لك الصبح، إن يجي لك الظهر؟ هي دي الشطارة. أنت كصاحب بيزنس طول الوقت بتصرف دعاية وتسويق، طول الوقت في أماكن كتيرة بوسائل كتيرة. أنا بقول لك لو سمحت، بعد الساعة 9 المصريين كلهم قاعدين على الموبايل. اعمل عروضك وخصوماتك وقول لي أنا ككاستمر أو كعميل أو كزبون، تعالى لي الصبح هتاخد أسعار أحسن، تعالى لي بعد الظهر هتاخد خدمة أفضل. أنت كده عملت إيه؟ أنت كده بتقول لي أنا فاهمك، أنا كده بساعدك. ليه لازم تعمل كده؟ لأن أنت لو ما عملتش كده، أنا وغيري المنافسين كلنا عارفين إن المصريين حياتهم بتبدأ متأخر في اليوم. فده معناها إن من الساعة 6 للساعة 9، أنت متخيل أنا وغيري وكل الناس بننافس على نفس الناس ونفس الفلوس ونفس الأماكن من 6 ل9. لا، أنت هتوزع بقى. لو عملت اللي أنا بقولك عليه، أنت هتوزع شغلك طول اليوم. الاستاف عندك هتلاقي الشغل بقى أفضل طول اليوم بدل التركيز على أوقات أو ساعات معينة. ده مش هيخليك شاطر، ده هيخليك مختلف. 2، الناس اللي نفسها تبدأ بيزنس، موظفين أو شباب، طول الوقت بنسمع الجملة دي: أبدأ إزاي؟ ما معيش، عايز فلوس، المحل غالي، الديكور غالي، أجر ستاف، أجيب ستاف، أعين ستاف، كل الكلام ده كله. تخيل الشعب المصري كله بعد الساعة 9 على الموبايل. ممكن تعمل أي نوع من أنواع البيزنس اللي نفسك تعمله بجانب شغلك. اطبخ من البيت وبيع، اعمل حاجة اونلاين على السوشيال ميديا، شوف اي شيء تقدر تبيعه للمصريين وتوصله لهم كمان. اي بيزنس هيكون اونلاين الفترة دي يمكن يكون بداية لمشروع كبير في المستقبل. الشطارة مش ان احنا نبقى عارفين ان الفلوس او البيزنس هيختفي خالص. الشطارة ان انت تبقى عارف ان الفلوس هتفضل موجودة، بس انت هتعرف تروح للعميل ازاي. خليني اسمع في الكومنت كل افكاركم اللي ممكن تنجح في الفترة دي، والفكرة الأقوى هشرح إزاي تتعمل.